بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لدرس رابردو برزان باسمان لفصل سيم للتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي كرد واتر باسمان أو زانستاني كرد كمفسري تفسير بالرأي بيوستي بيه أم فصلك كفصل شهرما باز لا الاختلاف في التفسير والإجماع عليه. باز لا أوشنا كوا خلافي تدا ولا شونا كوا إجماعي تدا هي كوات التفسير ديرتوان بيكين الدو بشي سرشي أو بشي كوا إجماعي لسرا أو بشش كوا خلافي لسرا. بس اللي بر لو بسين السر مسألة خلافك دبي هو كارا كام زانين أسباب اختلاف التفسير تيا بويا وفصلي دكات سي مبحث. المبحث الأول أسباب الاختلاف في التفسير دكاتن، لما بحثي دومش أنواع الاختلاف غير هو كاركة هي خلافة قد درزبا بابزين أو خلافة اختلافة زورة كانت سونا إنزا مبحثي سيمش بيدا قتري الإجماع. المبحث الأول أسباب اختلافي في التفسير برزان. هذا المبحث من المباحث المهمة في علم أصول التفسير، أو باسا لباسا هرقرينغ كان بو زانستي أصول التفسير، وبه يعني بهوي أسباب الاختلافة بو علما يتبين توجيه الأقوال، يعني كاتيغا مفسرة أو قوليه بمان دكوي توجيهها كي لسرس أساسيكا، ومعرفة الأثر المترتب عليها وهروها درنزامة كشي سود بيدابوا بهوي أم خلافة بهوي أم سببه. والاختلاف يقع بسبب احتمال النص لأكثر من معنى. هو كاري دروزبوني اختلاف أويك ونصكا زياتر لماناق لخوي هالدقريتن، ومنه ما هو مقبول زا أو كالخوي هالدقري هي مقبولة، ومنه ما هو مردود يعني هي دبيني مردودة، إذ ليس كل اختلاف معتبرا، هم اختلافات معتبرنيها. ومن الاختلاف ما يرجع إلى معنى واحد زار وهاش دقرته بويك معنى، فيكون اختلاف فيه اختلاف الألفاظ والعبارات، يعني درن زامك ييك بس شو دربرينا كان ينزياوازا أكو مترادف بلا. ومنه ما يرجع إلى أكثر من معنى زار واشي اللي زيادة اللي يجمعنا، وهذا هو الاختلاف المحقق أو اختلاف محقق. والاختلاف بنوعيه زهردو زوركيان ويك يجمعنا احتمال أخوي دقري أو كزيادة اللي يجمعنا دقري له أسباب موجبة، يعني عندك كار هي وايكرجع كوادرز لوقوعه. فاختيار هذه العبارة دون ذلك كاتكتو أم عبارة هرد بجيريان أويتر قد يرجع إلى سبب معتبر بوهو كارتي معتبر دقريتوا، ولو كان الخلاف يؤول إلى معنى واحد أجرس هاتو لمصيرشا لدرنزامشي ويجمعناش بقريتوا. والمراد أن دراسة الأسباب تشمل كل أنواع الاختلاف المعتبرة وغير المعتبرة، ما بس ما ليرد دراسة وأسبابها لكن كوا هردوشي اختلاف معتبر غير معتبر، يعني هو كاري هردوشيان. والمراد من هذا المبحث إدراك السبب الموجب للاختلاف دون غيره من المباحث المتعلقة بالاختلاف. لراء ما باس لودكين أو هو كاراني كوابوين هوي اختلاف نق شتيتر بيوان داربا مباحث خلافي تير. لذا سنكتفي بذكر السبب مع ذكر المثال الموضح له. باس له كاردكين نمونشي بودينين وكوروني دكاتوا دون ذكر نوع الاختلاف، يعني باس لنوع اختلاف كناكن يعني باس الراجح ناكن أو رأي راجح يعني أو رأي راجح من هذه الاختلافات. وسنذكر أبرز الأسباب الاختلاف هنا. هو كاري هرقلينجا كان باس دكين. أولا الاشتراك اللغوي. برزاني كم اشتراك لغوية. المشترك اللغوي معناه كيسيا هو اللفظ أو لفظها الذي يطلقه العرب عرب بكاري دينا على معنيين فصاعدا، يعني عرب لأصل خوين أو كلمان بدو معنى يعني زيادة البكاري هنا، ويظهر إرادة أحدهما بقراء تحف بالكلام. بلام يكتشي ما بستا خوي كلمة كدو معنى هي زيادتريش يك ما بستا شون زاني مثلا بهو السياق بهو قرينة زاني نقرنا نازان دريتن. ومن أمثلة ذلك الخلاف في معنى قصورة. سير كان كخواي جولة فرمي فرت من قصورتين
فقد ورد فيها أقوال ترجع إلى معنيين. تمشى كان إنسان قولك مان هي بلام أو بدو ما ندقرته يكم يعني المراد به قسورة يعني الأسد قسورة بمعنى الشير ده، ويكون المعنى كأنه مجموع الحمر التي تفر من الأسد، يعني كملك حاشاكم جيدريش رادكا لترسي شير. معناه يدوم المراد بقسورة ما بس بقسورة الرامي من الرجال، يعني أوي كتير داوي لبياوان. ويكون المعنى كأنه مجموع الحمر التي تفر من الرامي كملك حاشاكم جيدريش رادكا لترسي كسك كوا الرميان تيدقريتن. أو كلا تفسير تباري هاتوا كواتا وشي قصورة لزماني عربي بمعنى الشير دي بمعنى أو كسك كتير داويتن بويش دا قوتريتن أو بيدا قوتري مشترك اللفظي أصلي لفظك بخويا ودو معناه هي كواتا خلاف لا شك دروس دبي هو كاركشتيا لغية دوام، يعني الاختلاف في مرجع الضميري. أما الضمير مان هي لزماني عربي اسمي ظاهر مان هي والضمير إيش مان هي. الضمير دائما دبي بقرته لبو اسمك دبي بقرته باسم قاعدة شوية لبو مذكور قبله بيش يخوي تشيهان أقرب نزيكتير بيبو يدقرته. الأصل في الضمير أن يعود إلى المذكور السابق قبله لبو بيش أخوي كباسكرا أو اسم بيش أخوي باسكرا لبو يدقرته، وقل أن يذكر بدون السابق إلا إذا علم مرجعه من قرينة الخطاب. كم زار وهي ضميرك بكاردي اسمك اللي بيشتر نهات بيتن كم زار بس قرينة خطاب ديارة ما بس يبيتشيها. وقد يتنازع الضمير مذكوران سابقا زارها الضمير مان هي لبو دو اسمي بيش أخوي دقريتها يكان دري لبو أو يتري عن دري لبو أي كاتوا خلاف دروز بو، فيقع الاختلاف بسبب هذا التنازع بو يتنازع خلاف دروز دبي، فيذهب قوم إلى إعادته لأقرب المذكور. هندي دارين كاك لبو نزيكترين اسمي مذكور لبيش أخوي ساعتها لبو يدقريتها، ويذهب الآخرون إلى إعادته لما سبق الكلام من أجل درين نخل لبو أي بيش تري خوي دقريتها بلام أنا بلغيان سيا طلن لما سيق الكلام من أجله سياق الكلام لبرويا حفاظا على ترتيب الضمائر بو ترتيب الضمائر كان قرنكاريان بسردا نيتن، وعدم التفكيك الكلامي بحملها على أقرب المذكور أجا أما بو نزيك كي بجيرينوا أو كلامك كلامها مربطي هي جملة تيك دسيتن نمونا لسر أو برزان. ومن أمثلة ذلك اختلاف في الضمير في لفظ وتعزروه وتوقروه. لسوري الفتح آياتي هجت آياتنا سيد كان مع إجماعهم على أن الضمير فيه تسبحوه لا تسبحوه ضلين كاك يعود على الله أو ضمير لبو الله جل جلاله دقرته أو خلاف تدانية أدي خلافك لتشهانا تعزروه هائي تعزروه وهائي توقروه من قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. بعنيانو إيواران سير كان برزان باور بينن با خدا پیغمبركي وتعزروه يعني بهيزي بكن وتوقروه يعني قدر حرمته بقرن وتسبحوه يعني تسبيحاتي بكن. بلام آية لبيش تعزروه شديتن رسوله دي أو أقرب مذكورة لبيش يوسدي الله سبحانه وتعالى ديتن كواتا آية ضميري تعزروه توقروه تسبحوه لا تسبحوه قلت مان إجماعا أو لبو الله سبحانه وتعالى دقرتها بس لا تعزروه وتوقروه أو ضميري أو دو فعلا لبو الرسول كأقرب مذكور أصلك أويا يان لبو رسوله لبو الله سبحانه وتعالى بقرتها على قولين دو قول مان هي. الأول أن الضميرين في الكلمتين يعودان إلى الرسول درين كاكا تعزروه وتوقروها كان لبو الرسول صلى الله عليه وسلم دقرتها. ويكون المعنى دي معنى اعتكيت ليتي أوكاتي لتؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله بوي باور بخداي بينن باور ببيغمبرك بينن وتعزروا رسوله بيغمبرك بهز كان وتوقر رسوله قدر حرمته بيغمبرك يمكن بلام وتسبح الله تسبيحاتي خداب كان كواتا ليرا هاي تسبحوا قراوة لبو الله جل جلاله. إنما أعيد إلى الرسول باشبو توقر سببو رسول من جراوة قاعدة كان لأنه أقرب مذكور سكا لبيش عن شيء الرسول لبيش هاتوا دوميان
ضلين كاك أو ضميرانا أنهما يعودان إلى لفظ الجلالة نخر ضلين تعزر الله وتوقر الله كما تسبح الله شلون درين تسبحوا لبو خا دقرته تعزر وتوقر لبو الله جل جلاله دقرته ويكون المعنى لتؤمنوا بالله باور بخدا بينن وتؤمنوا برسوله باور ببيغمبركي بينن وتعزر الله يعني بهيس كردن ما بس بهيس كردني دينكي وتوقر الله رزق حرمتي بجيره وتسبح الله تسبيحاتي خداي پروردگار بكري بلغيان سيا برزانا وانا درين لأن السياق جاء لأول المذكور تسبحوه دقرارتر بو أول مذكور كالله جل جلاله لبوي هاتوا وهو الله والقول به يجعل الجمل وحدة مترابطة أجر وامان كرد ضمير كان من هرسيك بو لفظ الله جراوا كواتا ترابطك بي يعني بيوان يقل نيوانيان دبي همو ضمير كان لبو الله جل جلاله دقرتوا بخلاف القول الأول ببيسواني قولي كم الذي يلزم منه التفكيك في الجمل تسير أواني قولي كم كادرين تعزروه توقروا الضمير لبو الرسول دقرت صلى الله عليه وسلم جملة كأوان دا بصرين يعني اللي يقدا كانوا بعطف شاتيا تعزروه توقروه تسبحوه بواوي جمع هاتيا عطف باشا بو تسبحوه لبو الله دقرته بلام تعزر توقر لبو الله نقرته أو رأي دوما إذا ما باسي الراجح ناكين سيم شت برزان هو كار سبب لبو خلاف ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف أما دبيني وصف شي محتمل زيادة لبوشتك كوصف كراوة ترد بعض الألفاظ في القرآن أوصافا مطلقة بدون تحديد موصوف بدون تحديد موصوف معين هندق زار للقرآن هندق وصف هاتيا وصف كان مطلقا تحديد نكراو بموصوف بكسكي كوصف دكريتن ديار كراو فيحملها المفسرون على ما يصلح لها من الموصوفات هندق المفسرين درين كاكا أو دقون زي أو موصوفات هني فيكون عدم تحديد موصوفها مدعاة إلى اختلاف القول فيها زاد ديارنا كردني موصوفك دبيته هوكار أويك وخلاف تيدا بيدا به نمونا ومن أمثلة ذلك الاختلاف في لفظ والمرسلات عرفا مرسلات على قولين أن المراد بها الرياح ترنكا كما بس مرسلات وصف يكلبوا با رياح ترسل بعضها يتبع بعضها يعني هندك بدوي هندك شان دادي هندك شان ضلنا مرسلات ما بس أن المراد بها الملائكة يعني ترسل بعضها يتبع بعضها بدوا يقدادين كات اللفظ مرسلات وصفك لم يذكر موصوفك باز نكري خواي قولنا يقول والرياح المرسلات يعني نيوتوا والملائكة المرسلات باسي نكردوها فوقع الخلاف كما ترى أو خلافة درز وكواتر وصفك زيادة لاحتمال شي موصوف لخوي دقري سوارم هو كار اختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير يعني اعتماد كردن لسر مصدرك بدبيته هويتسه خلاف لنيوان مفسرين يعني ولما كان اختلافه بسبب الاجتهاد خلافك بهوي اجتهادا وكانت المصادر التفسير متعددة مصادر تفسير القرآن مان هي السنة مان هي أقوال السلف مان هبو إسرائيليات مان هبو لغة مان هبو بيز مصدر مان باس كرد تاروها خلاف لو مصادرانا لاعتماد كردن ليك لسه مصدرانا خلاف دروز دكات فقد يقع الاختلاف بسبب الاعتماد المفسر على مصدر واعتماد آخر له أو اعتماد لسر وكردي أو أنا سر بيتر كردي أو دبيته هو خلاف ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق وفي ذلك مذهبان برزان ساق خلافي لسرا يكم رأي دفرمي تكشف القيامة عن هول وكرب روج قيامة سبدر دخات ترس ناخوشي أول شيء تفسير كراو أو رأيها وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وقتادة أو أنا لعبد الله كوري عباس سعيد كوري جبير مجاهد ضحاك لقتادة نقل كراو وهذا التفسير مبني عن المعنى اللغوي لهذا السياق بناء أو تفسيرش لغة يعني التفسير كان مصدر لغة وقد أبان عن ذلك بعض من فسر هندق لو أنا أماجان بيكردوا لو أنا شيء فقال ابن عباس يكشف عن أمر عظيم فرمان يشي قورا بدرد خاتسن بلقيت سيدة فرمي ألا تسمع العرب تقول جئتنا نبو عرب ضلي وقامت الحرب بنا على ساقين
استنادك استنادية لغوية عبد الله كري عباس رضا ورحمة خواه ليبي كواتا ليرة خلافك بريزان سدروز بو اگر بيو سيري كين تماشاتك يعني هو كاركي قراوة لبو تسي هو كاركي قراوة لبو مصدركي او اعتمادي لسن مصدر لغوي كردها. رأي دوم أن المراد فيما ورد في حديث ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه پروردگار من روز قیامت ساق خوی دردخه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة همو إيمان داركو لبياو لجن سجدي بودبن فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة تنا أوان لبو الرياء لبو السمعة نبتن كعوان سجديان دبرد يعني بإيمان وسجديان نبرديان أوانا تفرمي فيذهب ليسجد دسن بو يسجد ببن بلان فيعود ظهره طبقا واحد بشتيان رقدة بيه ناتوان خوان نزم كانوا سجدبن سير كان أوا عن ساقه اعتمادي أو تفسير آيات السلام حديث كراوة يعني مصدري أم قولا حديثي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم شي أو تفسيري كردو برزان وما نسب إليه هذا ابن مسعود وأبو هريرة أو دو صحابة برزنا كوا أوزور تفسيريان كردوا كوا تاوش يك غير إشكالك دورز دبي آيات ستة باب الصفات ساقه يعني باب الصفات كوش خلافه شي تداهي برزان بلان ابن تيمية رحمة خواه لبي ضل رأي راجحوية ناتي باب الصفات لبروي آياتك إضافي تدانية عن ساقه نيا أو جور التفسيرش بيدا قتري تفسيري شي النبوي مباشر يعني تفسير القرآن بالسنة نخير الدوما تفسير القرآن بالسنة وهذا التفسير يعتمد على السنة النبوية وليس على التفسير النبوي لذا كان القول به من قبل كودسة تسجير شهان باب الاجتهاد قبل الاجتهاد تبيت تفسير شيء اجتهادي نبيت تفسير شيء نبوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر إلى الآيات في حديث بيغمبر إخوة كاتك كباسي أم حالي روجي قيامتي كريا آياتك باس كردي أما جاي بي كردي نخير أيش أما جاي بي نكردوا إلى في حديثه عن كشف ربنا عن ساقه لكن المفسر ربط بين المعنى الوارد في الآية والمعنى الوارد في الحديث مرة مفسر اللي رتسدكات تمشادكات معناك يكشف ربنا عن ساقه يوم يكشف عن ساق ما كلمة لفظة كان اللي يجنزيكا معناها كان عشان اللي يجنزيكا هستوى آياتان بهوي أم تفسيرا ما ناكردوا كواتا اللي هو كاري خلاف لنوان أمدو قول برزان مصادر تفسيره يكم يعني اعتمادي لسر لغة كردبو دوم يعني اعتمادي لسر سكربو مصدري السنة النبوية صلى الله عليه وسلم بينزم هوكار بو خلاف بينزم هوكاري خلاف كوتاي الاختلاف في علاقة الآية بآية أخرى بيوندي أو آية بآية تشتر قد يختلف في أن الآية مخصصة أو مقيدة أو منسوخة بآية أخرى زاروا خلاف دروز دبي عندنا آيات مخصصة تخص كراوة زاروا هذا كاكوا تقيد كراوة بمطلقين نماوة زاروا منسوخة بآية تر أوش هو كارك له كارنك وخلاف دروز بيسن نمونا لسروا من أمثلة ذلك ما ورد في تفسير المشركات سير كان برزان خواهي قولة سورة بقرة لآيات دوسطو بسيوك دفرمي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن دفرمي مشركاتا مينن تاوك إيمان دينن يعني آفرتك أجر مشركة بو نابي نكاحي لقلب كريت سير كان يسال لفظي مشركات خلافي تداد الأسبوع ما بس بيتشي فمن يقول بأن المشركات عام في كل مشركة همانا للسلفة دفرمي عامة همو مشركة تدقرتها سواء كانت وثنية أم كتابية ذات وثني بتبرز به يعني أهل كتابة فإنه يحكم بخروج الكتابية من هذا العموم بآية أخرى مخصصة لهذا الآية هيا أنا برزان يرد جاوز زكاة يقول أنا عبد الله كريم مسعود رضا ورحمة إخوائي لبي رأي أوبوا كوا نابي أهل كتابية بهني نابي كتابية بهني لو رأي دفرمي لو الشرك زيادة كوا جماعة النصارى ضلن عيسى كوري خواه نعوذ بالله يهوديا كان ضلن عزير كوري خواه نعوذ بالله دليل لو يشرك تر هيا بو رضا ورحمة خواه اللي بي أبو سنية استدلالج لسر آيات ذكاتو والشيء مشركات بشي ومطلق كي خوي
شێوە عامەکەی خۆی وەردەگری خاصی ناکاتن ئەو بەڵام هەندێک هەیە دەڵێن نا نەخێر ئەو ئاەتە عامە تەخسیس دەکرێتن بەچی بە سوورەی المائدە ئاەتی 5 ئاەتەکە چە دەڵێ خوای گوتە فەرمی والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب باس لە حەلالەکان دەکا ئەوانەی کە حەلالە ئینسان بیان هێنی لەوەیە کە باز دەکا محسن ئافرەتی دامن پاک لەوانەیە کە ئەهلی کتابە من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن سير كبرزان لرا محصناتي لناو كبهل كتابي حساب كرديان لمشركاتها دري هناوا بويا أوانات ضفرمون زائزة بنص آيات ومن جعل المشركات في عبادات الوثن فإن العادة عنده ليست من باب العموم والخصوص لو أنا ابن مسعود رضي الله عنه لبيت درنا تسجر باب عموم وخصوص أو آياتك هروكو خوي دمنه كواتا كتابيات زائزنية لبو مسلمانك بسيتداخوازي بل هي محكمة في عبادات الوثن حتى عبادات وثن يعني بالبرستكان والأخرى محكمة في جواب نكاح الكتابية يدوم يعني محكمة لن يعني ريبيداتن كوا كتابية بيني كاتلير خلافك لسدروز ببرزانا قبي وسيري كين هو كاري خلاف لنيوان أو دوانا پەیوەندی لە نێوان ئەو ئاەتانە هەمانە لە مفەسیرەن دەڵێ کاکە ئەو ئاەتە عامە بەڵام تەخسیس کراوە هەمانە دەڵێ ئەو ئاەتە مطلقە مقەیەد کراوە بە ئاەتی تر هەمانە دەڵێ ئەو ئاەتە منسوخە نەسخ کراوە بەو ئاەتە جا بوونی پەیوەندی لە نێوان ئەو ئاەتانە خلافی دروست کردووە ئەوە هۆکارەکانی ئەسبابی خلافە لە نێوان مفەسرینان بۆی ئەگە سەیریشکەن یعنی بۆ نمونە لە تەفسیری تەبەڕی خاستەن بۆ زۆر ئاماژەی پێ دەکەن چونکە تەفسیرێکی بالمەثورە لە سەحابە و لە تابعی و لە ئەتباع تابعین خۆی نەقل دەکاتن ئاماژەی پێ دەکەی سەیر دەکەی ئەو زۆرە خلافە هەیە لە نێوان سەلەفی ساڵحدا بەڵام زۆرتر تەفسیری سەلەف تەفسیرێکی ئیختلافێکی پێ دەگوترێت تەنەوع نەک تەضاد تەنەوع ئەوەیە یعنی چەند شتێکە باز دەکاتن نەگەوەی کەوا تێک بگیرێتن ئەگەر چی نمونەی ئەوەش هەیە بەڕێزانە سەبوو نمونە لمسألة طهر والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء هيانا دفرمي حيضة هيانا دفرمي طهرة ايوه تضاد تجيك والليل إذا عسعس أقبل أدبره تضاد بس أنا لمشترك لفظنا كواتا أسباب اختلاف لا تفسيرا بو بينش من جراها يكم يعني مشترك لغوي يعني سببك لغة للغة أو دومانا هي لغة بيداوا دوم يعني مرجعي ضميرك أوش هرمان خلافي دروس كدو كابوسي دقارتها سيم يعني ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف دبيني وصفي شتي ده زيادة اللي بموصوفك دقارتها سؤال من اختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير أو بيز مصدر كان قرآن والسنة أقوال سلف لغة إسرائيليات أو مصدرانا هيانا بو قرآن دقارته هيانا بو سنة أو كواتا دروس دبي خلاف دروس دبيتن كوتا أسبابش برزان الاختلاف في علاقة الآية بآية الأخرى زوري بيونديك آية بيونديك تخصيصها بيونديك نسخة بيونديك تقيدة أوش هو كاري خلافة ليرا كوتاي دينين درسي دهاتو دسين السر مبحثي تر أنواع خلافة كش باز دكين بإذن خواهي جورا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم